الصحراء مطالبين بتقرير المصير. من هم؟ كم شخص؟ حتى 10 اشخاص مو مشكله. 10 اشخاص بس انت لازم تدعم 40 مليون يدعموك في قضيه الاستعمار. ليش هم وقفوا مع الحركيين 8000 اللي كانوا مع فرنسا؟ المغرب وقف وياكم، وقف مع الاغلبيه. سامحني احنا كنا 3 ملايين وقت الاستعمار، ولا وقت الاستعمار الفرنسي كنا 3 ملايين. وكيف تبون قال توفوا؟ قال فرنسا قتل 5 ملايين. كيف استوت شيء؟ قتلت عبر التاريخ، مش في سنه واحده. لحظه انا ما فهمت شيء. لحظه شوي يا اخوي اتركني نتكلم. لا بس انت وضح لي هالنقطه. انتم كنتوا 3 ملايين في عهد من؟ في وقت الاستعمار. في وقت دكتور فهمك، فرنسا عبر التاريخ قتلت 1.5 مليون مواطن جزائري من 1900. لحظه دقيقه، خلينا نشيل التعليقات لو سمحت. اخوانا كبسونا وشيرونا البث لو سمحتم. شيروا تكبيس، لا حد يوقف. كم وايد انسان يطلع عن الموضوع. بس متى اي تاريخ كانت فيه الجزائر 3 مليون نسمه؟ يا اخي الكريم ممكن نكمل فكره وبعدين اسالني من فضلك. تفضل. احنا فرنسا كانت عدد السكان تاعها اكثر من الجزائر، لكن لما كانت قضيه جزائر عادله وتطالب بالاستقلال كل الامم ساندتنا. نحن في معتقدنا كدوله جزائريه نساند الضعيف، لا يهمنا العدد ولا تهمنا الكثرة. أول حاجة الشعب الصحراوي طالب بتقرير المصير ولا طالب بالدولة تاعو كدولة جزائرية ساندت القضية الصحراوية، ويبقى صاحب القرار متحدة. نحن لسنا ضد القرار الدولي. الغالي انت دخلت في مواضيع اثنين. اول شيء انت قلت نقطتين مختلفتين. انت قلت ما لنا دخل، لكن الجزائر هي اللي رفعت الملف ضد الدول العربيه اجمع. لم اقل رفعت الملف، الجزائر ساندت الشعب الصحراوي في لماذا لم تساند الشعب المغربي؟ لماذا لم تساند الاكثريه؟ لماذا تساند الاقليه اللي اغلبهم ما تعرف اي دوله مسجلين؟ يقال كما الفكره راحت اهل مكه ادرى بشعابها. من هم اهل مكه؟ أهل مكة أدرى بشعابها. من هم؟ نحن أهل مكة، نحن مع الحدود الصحراوية المغربية. زين، لذلك أنا أسأل أهل مكة، أسألك أنت من أهل مكة، لماذا لم تساند الأكثرية وساندت الأقلية؟ ساندناهم لأنهم يطالبون بأرضهم، كانت مستعمرة. لماذا لم تساند المغرب حتى هي تطالب بأرضها؟ المغرب لو كانت تطالب بأرضها لأخذتها من إسبانيا. هي أخذتها من زين، منو أخذها من إسبانيا؟ ترى هي المغرب اللي أخذتها من إسبانيا. الجمهورية الصحراوية كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، لم تكن من المغرب، لم تكن. ولماذا لم تدعم؟ بابا أنت ترى أنت ملخبط في التواريخ. أنت اللي ملخبط يا أخي. من استعمر الصحراء الغربية؟ بابا من استعمرها؟ استعمرتها إسبانيا صح؟ ومنو رجعها؟ منو ردها؟ من يردها؟ منو ردها؟ لم تردها المغرب. ومن رجعها؟ لما في الماضي الدول اخذت استقلال تاعها. المغرب اخذت استقلالها 1900. زين، لماذا لم تستقل الجمهوريه هاي اللي تدعيها انت؟ نرجع لك سؤال. المغرب استقلت 1956 على ما اعتقد. لماذا لم تطالب بالصحراء الغربيه في ذلك الوقت؟ زين طالبت بها، ترى كان استقلال جزئي، لأنه كان استعمار اللي كان حماية فرنسية في الشمال. لماذا قبلت باستقلال جزئي؟ لماذا قبلت باستقلال؟ لأن كانت دولتين مختلفتين، كانت إسبانيا وكانت فرنسا، مو بدولة واحدة. لماذا يا أخي لماذا تطالب بأراضيها من إسبانيا؟ زين طالبت فيها سلميا وأخذتها بدون سلاح. لم تأخذها، لماذا قلبت قسمها؟ من أخذها؟ زين من أخذها؟ أراضي فارغة كانت. لا والله كانت فيها شعب صحراوي. كانت فارغة وكانت فيها إسبانيا. كي خرجت إسبانيا بقي فيها الشعب الصحراوي. انزين، والشعب الصحراوي الحين مرتاح، بس هذوك اللي في تندوف منو؟ الشعب مضطهد من طرف كيف طلع من الحدود؟ يا اخي انت كتوجه لي اسئله، سؤال فوق سؤال فوق سؤال. اوكي لا انا سؤال بجواب. انت الحين شوف، قلت انت الحين اول شيء قلت ان طلعت منها فرنسا اسبانيا وظل فيها الشعب الصحراوي. اذا ظل فيها الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي يرفع علم المغرب، هذوك اللي في تندوف منو؟ من؟ يا اخي الكريم لماذا لم تطالب المغرب من اسبانيا باسترجاع اراضيها في 56؟ لماذا قبلت؟ كانت لازم تاسس نفسها وتجهز نفسها شمالا. شوف اول شيء ترى هي طلعت من الحمايه الفرنسيه، كان شيء ثاني في الشمال. اوكي اول شيء
يوم استرجعت نفسها وتنفست وامورها طيبه، سوت مسيره خضراء ورجعت الاراضي من اسبانيا، وطلعت اسبانيا وتمت الصحراء مغربيه. انت تقول تموا فيها الصحراويين، صح؟ الصحراويين تموا وين هاي اللي بتندوف من اين اتوا؟ يا اخي لو كما تدعي اخذت المغرب طالبت باراضيها من اسبانيا، لا كانت لها وثيقه، لما دخلت القضيه للامم المتحده. زين، ترى اي شخص تفهم شيء، اي شخص بامكانه ان يرفع قضيه للامم المتحده. انا فيني ارفع قضيه على جدي في الامم المتحده. ترى اي شخص له الحق انه يرفع ملف للامم المتحده، يجيب وياك شوي فلوس دولارات وعطى الامم المتحده وقول لهم علقوا القضيه. لو الامم المتحده تبغى تتدخل كانت حلت القضيه في 76. نعطيك سؤال. تفضل. سؤال. لو ارفع انا قضيه، مثال، لو ارفع قضيه ضد الامارات عن اراضيها، هل ستوافق الامم المتحده؟ توافق على الملف بس ما توافق تعطيك الاراضي. مثل ما سوت الحين الامم المتحده، اخذت الملف من الجزائر بس عطت الصحراء المغرب. سامحني يا اخي الكريم، كيف دوله الامارات معترف بها عالميا ارفع بترابها عالمين، ارفع بها قضيه ويتم قبولها؟ عادي. حتى الصين سوتها على الجزر الامريكيه اللي موجوده، رفعت قضيه وقالت لهم هاي الجزر مالي، وتمت القضيه معلقه لمده 18 سنه، فاهم؟ وفي الاخير تحسم الامم المتحده بعد ما تاخذ فلوس من امريكا ومن الصين وتحسم لك الملف. الحين انت الجزائر دفعت فلوس للامم المتحده، في الاخير قالت لكم الامم المتحده اطلعوا برا الصحراء المغربيه وتم الموافقه. يا اخي الكريم، لو كانت الجزائر كما تدعي كنا نطبعوا مع اسرائيل، والله العلي العظيم. انت مطبع مع اسرائيل اصلا، انت مطبع وياها. لا، ما انا مطبع يا اخي الكريم. لا كل شيء مطبعين. كل العالم مطبع. لا تنكر. شوف بابا، ما في دوله ما مطبعه مع اسرائيل. عندك وثيقه؟ عندك دليل؟ اعطيك وثيقه. طب دليل؟ اعطيني دليل. هل شفت وزير الدفاع؟ هل شفت وزير الدفاع الاسرائيلي في الجزائر؟ وشو يسوي؟ شو يسوي؟ وشو يسوي الجزائر؟ هل لنا قنصليه في اسرائيل؟ ما في دوله عندها قنصليه اساسا اسرائيليه. ما في دوله بالعالم عندها قنصليه اسرائيليه. ليش في دوله عندها قنصليه اسرائيليه؟ ليش في دوله عندها قنصليه اسرائيليه؟ هل انت اي دوله عايش؟ انت الحين اي دوله عايش؟ عايش في كندا. هل ترى قنصليه اسرائيليه؟ انا ما عنديش معلومه كبيره. ما عندك معلومه نتكلم. ما في قنصليه اسرائيليه في العالم اصلا. ماذا يوجد؟ توجد تمثيليه. وتعرف شو اول شيء انت تعرف معنى تطبيع العلاقات ولا ما تعرفها؟ تطبيع هي تبادل بين الدول والاعتراف بالدول. زين، وانت ليش زعلان من اسرائيل؟ انا مو زعلان من اسرائيل. لو طبعت الجزائر مثلكم مع اسرائيل لما كانت صحراء مغربيه ولا غربيه. شو كانت بتكون؟ يبقى الوضع على ما هو اساسا الوضع على. ترى هو المتضرر الوحيد هو الجزائر تصرف على الجزائري والمصرف في الصحراء. نحن متضررين يا اخي الكريم. انتم تبون قال خسرنا مال قارون. اخواننا شيرونا البث. قال خسرنا مال قارون على قضيه الصحراء. خسرنا قضيه الصحراء كمواطنين، خسرنا عليهم ندفعوا على الراي تاعهم فقط. انت دافع على المواطن، انت دافع على الراي مال. انت الفلوس هاي اللي خسرها تبون، لو عطاك اياها انت ما رحت كندا. لا، انا رحت كندا طالب علم يا اخي. زين، حتى لو طالب علم اطلب العلم في الجزائر. هل تقارن انت كندا بالدول العربيه؟ زين، تتكلم انت تتكلم عن الجزائر. احنا نتكلم عن الدول العربية. انا تدري هاي 500 مليار دولار والله العظيم تبني لك شو اسمه اقدم جامعه في العالم، شو اسمه قروان. انت تتكلم عن قضيه صحراويه ولا تشخص في الموضوع؟ لا، بشكل عام احنا نتكلم عن القضيه. شكري الغالي سامحنا اخوي ود الاعتاب وفارس. حبيتو دطوها من ما حبيتو ولا كيف هي يا كامل؟ مالك طالعه محرحر. خليني نحكي. ما عليك، خليك من كمال وخله هو بعدين يتكلم. بس انت كملي مداخله. خليني شاودوك نحالي الفكره من راسي. كنت فرحانه طبعا نعبر على الفرحه تاعي خوتي المغاربه وجواري من الناس المغرب. وانا حالي الفكره من راسي. ما عليش، الامور طيبه. بس دام الحين القسط مليان بالشباب، فشكرا على المشاركه. بارك الله فيك. وشكرا الاختي الغاليه والسلام عليكم. شكرا. تفضل عزو ولا كامل؟ منو اللي كان قبل عزو؟ نعم. معليش، تفضل يا كمال. معليش. تفضل. هذه الاخت هذه بتعمل في الفراوله. هذه تعمل في الفراوله. انت عندك مزرعه فراوله؟
شو لا في اسبان بس كل مغربيه نعم تعمل في الفراوله هذه، تعمل في الخارج. كمال لحظه خلوا عنكم البنات وخلكم رجال عاقلين شباب. يا اخي لحظه يا مغربيه تخدم الخليج افضل من فرنسا على الاقل يا اخي. نعم تخدم يا اخي دقيقه لحظه شوي اتكلم مثل بني ادمين ولا تفضل؟ انت عميل. انا عميل يا اخي. اكتب لي عميل تحت. شو هالكلام اللي مغربيه؟ خليكم راقين شوي، خليك راقي اخوي كمال. خليك من البنت خلاص، هي نزلت وقلنا لها لا تتكلمي امام الريايل وتفضل بدون انت عميل وانت المصطلحات اللي لا تسمن ولا تغني عن جوع. بنات وما بناتها مو بمستوانا احنا كعرب ومسلمين نتكلم في النساء اصلا. بالضبط جاسم، خليه يجاوب على سؤالي. والله تفضل عزو ولا كمال، واحد منكم يتفضل وبدون يعني بالدخول في اعراض البنات والنساء. يعني انت الحين طالع تمثل الجزائر ومحطي علم الجزائر ويقولون والله العظيم هذاك الجزائري يتكلموا في عرض النساء، حتى لو كانت يهوديه ما يسمح اخلاقك انك تتكلم في البنت. اكبر ود القحبه عرفتها العالم يا عامل يا كلب. هذا تفضل سيد. قلت له لا تتكلم في الحريم، سبني انا. فاهم الحياه غلط. لا حول ولا قوة. استغفروا له اللي في التعليقات، كل واحد يكتب استغفر الله. استغفروا له. تفضل يا اخي بالسؤال تاعك. اعوذ بالله. عليكم السلام عزو. السؤال كان طرح الاخ السوري فارس، هو اللي طرح لماذا الجزائر باعت قضية الصحراء. معليش نتكلم الان. تفضل. اظن انت قبل شكري صح؟ انت قبل تفضل. شكري. قبل هذا اخوي عزو، قبل هذا نكون النقطة نوضحها يا نعم. أخوي. أول شيء نقطة، حنا هني في هالبث ياسين الناقص أشخاص وليس شو اسمه ناقص أفكار وليس أشخاص، وليس كل واحد هو ممثل لدولته، كل واحد يمثل نفسه ورايه الشخصي. وثاني شيء اتركوا عنكم الحريم والنساء والمسبات وهالكلام، لأن كل واحد في اللغة العربية، اسمح لي الغالي عزو، شوف اللغة العربية مشبعة بالمصطلحات مال السب والقذف. انت تقول كلمه وانا برد عليك كلمتين، وكل واحد يتكلم باخلاقه. وانت يوم تصعد مهما كنا نعطي اراء شخصيه وليس اراء دولنا، فلذلك انت يوم تتكلم وحامل العلم الاماراتي او العلم الجزائري او العلم المغربي وتتكلم بكلام شينابي، فانت تمثل الشعب اكمله. اذا اعطيت رايك السياسي فانت تمثل نفسك، اما اذا تكلمت بخلق فانت تمثل بقيه الناس اللي عندك واهلك، على الاقل اهلك. الموضوع يكون محصور في الاهل وتربيه الاهل وكيف تربيتك كيف تتربيت. اما تصعد هني وتمرر مغالطات على النساء والحريم مهما كانوا، ديننا ولا انسانيتنا ما تسمح لنا حتى على اليهوديه والنصرانيه ان نسبها او نقذف عرضها. فلذلك اخواننا شيرونا البث لو سمحتم مره ثانيه. وتفضل الاخ عزو. جيت فضلك. اولا انا نترفع على الكلام البديع، انا كجزائري الخصال تاعي والمبادئ تاعي لا تسمح لي بالمتطاوله على الاخرين. شكرا الغالي. العفو. ممكن تعود لي سؤال من فضلك؟ السؤال الغالي يقول لماذا الجزائر في الامم المتحده باعت الجمهوريه العربيه الصحراويه كما باعت فلسطين؟ لماذا امتنعت عن التصويت ولم تحرك ساكنا في الامم المتحده؟ اولا شكرا على السؤال. الاجابه تاعي القضيه الصحراويه، يعني احنا لسنا كطرف. هذا نزاع بين المغرب. لا الغالي اسمح لي، انت طرف، انت الوحيد اللي مثلت الموضوع في الامم المتحده وانت اللي رفعت الملف. احنا رفعنا الملف كدوله جوار، احنا لسنا معنيين. وليش موريتانيا ما رفعت الملف؟ موريتانيا اقرب. درك يا اخي ممكن تخليني نتكلم افضل. لا انت تتكلم كطرف، انت قلت احنا لسنا طرف، انت طرف. تبون على السيد الرئيس عبد المجيد تبون قال انا لم اتخلى عن القضيه وخسرنا عليها مال قارون. شي قال؟ هذه مطالب الصحراويين اول حاجه، مش مطالب. انا كمواطن جزائري ما نطالبش بالصحراء، أنا قضيه لا تعنيني، انا نتكلم معك كمواطن. كمواطن انا بشوف برجع بطرح عليك السؤال بنفس الصيغه لانه جاسم ما اعطاك اياه كامل. السؤال لماذا الجزائر تخلت عن البوليزاريو كما تخلت عن فلسطين بالامم المتحده؟ هذا السؤال الاول. شوف يا اخي خليني كفي رزوق على السؤال مشان لانه بتقول لي انه. السؤال الثاني، هل نفذت اموال الجزائر
وشري الذمم أو خوفا من أمريكا؟ لأنه السؤال مرتبط ببعضه. يا أخي فارس، ممكن سؤال نعالج القضية سؤال بسؤال؟ لا أنت جاوبني، مو تجاوبني بسؤال. عطى فرصة فارس عطى فرصة، خليه يجاوب. يا فارس سؤال بسؤال، أنا مواطن مش سياسي يا أخي. تفضل أخوي عزو، تفضل. شوف، أول حاجة مش من حقك تربط قضية فلسطينية بقضية صحراوية. هو قال مثال بس، تفضل. فهمتني؟ أعطيتك مثل. لا ما قاطعة، خليه يكمل. اخوانا شيرونا البث وكبسوا، خذ وايد قاطعنا الاخ عزو تفضل اخي. شوف، القضية صحراوية، احنا تعرف كجوار، مش نتعرف كان ما نتنازعوش على قضية الصحراء، احنا ما تخصناش كمواطن، ما تعنينيش انا. تداها يعني تتحصل عليها المغرب ولا اي طرف اخر، هذا لا يعنيني. كيف لا يعنيك؟ لا يعنيني يعني. واذا لا يعنيك ليش محتضنينهم في تندوف؟ حدود جوار، حدود جوارية. اول حاجة شوف، ممكن نطرح لك سؤال بصيغة أخرى؟ تفضل. إذا كانت الأراضي صحراوية مغربية، فلماذا الملك الحسن الثاني طرح فكرة تقسيم الأرض الصحراوية على موريتانيا وعلى الجزائر في سنة 1970؟ زين، إذا موريتانيا ترى في الموضوع، الجزائر ما له دخل. نحكي لك 1970 هذه حقائق تاريخية. ولو هو يعطي نص الصحراء لموريتانيا، الموضوع بين موريتانيا والمغرب، والجزائر ما لها دخل. يا أخي الكريم، لو كانت أراضيك تقبل قسمة أراضيك أنت. زين، ترى هي أساسا القطع اللي انقطعت في عهد الاستعمار من تونس ومن المغرب كلها عند داخل الجزائر الحين في عهد تصفية الاستعمار. يا أخي شوف نطرح لك سؤال ثاني. لو كانت الجزائر مطبعة مع إسرائيل مثل المغرب والإمارات، هل ستكون الأراضي صحراوية تابعة للمغرب يعني؟ غالي، أنت دخلت الحابل في النابل. الحين إحنا مو بنحاول نثبت مغربية الصحراء ثابتة، ما حد غيرها. الحين يعني المغرب قالها بالكلام الفصيح، قال اللي عنده القدرة يتفضل الصحراء، اللي يقدر تفضل. أنا بعطيك في السياق التاريخي، خلك من 70 وقبل 70، فرضا المغرب مستعمرنها، تمام؟ خلى منها المغرب مستعمرنها، فرضا محتلنها يا سيدي. القذافي خسر القضية ضد المغرب ولا ما خسرها؟ خسرها. جمال عبد الناصر خسرها ضد المغرب ولا لا؟ خسرها وفاز المغرب وتم المغرب في الصحراء، صح؟ اللي كان رئيس الجزائر قبل شو اسمه؟ بومدين، الرئيس بومدين الله يرحمه، في الموضوع خسر الحرب. يوم في حرب أمقالة ولا حرب الرمال في التعليقات شو اسمها؟ أخي لا لحظة، خلينا تكتبوني عشان حرب الرمال 63. انت لما تتكلم عندك مراجع تاريخية ولا تتكلم انا اتكلم تبغى مراجع، ندخل نعطيك المراجع. حرب الرمال هي حرب الرمال عندنا استقلال عامين. زين، خليك استقلال عامين، لكن تدري منو شارك فيها القذافي وجمال عبد الناصر وكوبا والجزائر كانت اكثر تسلحا من المغرب، والمغرب مدد الصحراء، لم يخسر فيها ولا قطعه. يا اخي غلط، راك مخطئ في المراجع تاعك يا اخي الكريم. زين، عطنا المراجع. منو فاز في الحرب؟ ما فاز واحد، ما فاز من الحرب، خاسرين في زوز. لا لحظه، منو فاز بالارض؟ منو فاز موضوع الصحراء المغربيه؟ منو فاز فيها؟ شوف يا اخي الكريم، لحظه، الحدود هل يوم صار الحرب سامحني نقول لك عليه، طلعت انا في اللايف، وممكن اخويا تسال شخص افضل مني باك يكون عنده معلومات. سؤالي انا بسيط اخوي عزوز، شوف سؤالنا بسيط. انا حبيت نقول اخي، حبيت نقول اخي الكريم، انا مغترب وعندي اصدقاء مغاربه. نعم، انا مغترب. انت قلت مغترب. انا لا اقيم بالجزائر. اوكي، وين تقيم؟ انا عندي رساله، انا ضد الفتنه. شوف سؤال بسيط الغالي، شوف خلنا اخوي عزو، طول الله عمرك، طول الله. انا كمسلم احترم الاماراتي واحترم. انت كمسلم الحين هل ترضى اوكي يطلع واحد مثلا، شوف واحد ضدك جالس يحيق ضد بلادك وضد ارضك ويدعم الكباب ويد جارك يحتضنه ويعطيه سلاح ويعطيه فلوس ويعطيه جواز سفر دبلوماسي، وتيني انت وتقولي ضد الفتنه وضد كذا؟ اللي يسوي الفتنه اذا نظرنا منطقيا، المغرب تدعم 7000، الجزائر تدعم 7000 شخص ضد 40 مليون مغربي اللي احتضنوا ثورتهم قبل الاستقلال الجزائري. فهني منو يسوي الفتنه؟ الجزائر. يا اخي الكريم، لازم تفصل بين السياسه وبين المواطن. انا مواطن، انا ما عنديش، انا نتكلم عن الناس اللي تفهم في السياسه بشكل عام، فهمتي؟ لازم تفصل، خاطر دوكا شو يعني نتكلموا بمنطق، كون دخلوا السياسه بين الشعوب راح تكون فتنه اكبر، فهمتني يا اخي الكريم؟ لكن احنا شفنا شيء واحد، احنا شفنا الحين يوم صارت
مظاهرات بخصوص قطاع ما في المغرب، اوكي، كل الصفحات الجزائريه والشعب الجزائري مو كله، اغلبه طلعوا والله العظيم روحوا اقتحموا القصر الملكي وروحوا سووا وروحوا فعلوا وروحوا احنا مع الشعب المغربي وندعمه ونسوي. لكن في موضوع الصحراء ما شفنا حد منكم يتكلم وقال والله العظيم احنا ما لنا دخل في موضوع الصحراء ولماذا. اللي كان يتكلم معك يا اخي كريم قلت لك انا ما عندي حتى دخل. انت الحين شو الرساله اللي توجهها للشعب الجزائري الداعم للقضيه؟ انا نوجه رساله للشعوب العربيه. الشعوب العربيه كلها مع مغربيه الصحراء ما عدا يا اخي الكريم، القضيه درست في الامم المتحده ليست في الجزائر. لكن شوف كل الدول العربيه كلها صوتا واحد مع المغرب ما عدا الجزائر وتونس. تونس غيرت موقفها حاليا. انا نتكلم كمواطن، نرجع للموضوع. انا كمواطن انا لا تعنيني صحراء غربيه ولا مغربيه. لا شوف اشرح لك شيء بالنسبه لاخوي عزو، هي اساسا غربيه ترى على فكره، هي صحراء غربيه مغربيه. تعرف الحين القنصليه الاماراتيه وين موجوده؟ موجوده في منطقه العيون في الصحراء الغربيه المغربيه. يوم تسمع مصطلح الصحراء العالم العربي كل واحد الحين يحتفل ومو فاهم موضوع الصحراء الغربيه مو مغربيه، الغربيه الشرقيه الشماليه الجنوبيه، وموضوع دخل الجزائر في الموضوع. انا عن نفسي مع انك تشوفني هنا الامارات في هذا الموضوع اذا كان يا اخي الامارات لديها قنصليه في جمهوريه العيون. انا من حقي اني اتكلم في الموضوع، تمام؟ وانا يا اخي لو تسمح انت انتظر له غصبا عنك، ما عليك انت انتظر له، انتظر. انسان مو بقادر يحترم الحوار، كيف فيك تاسس دوله؟ تفضل اخوي زوزو بسرعه. ليش يقتلون الابرياء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت الحين مو ماسك حتى لسانك، لو كان عندك سلاح شو سويت؟ لسانك امسكه شوي بس. يا الاخ جاسم، انت عندك قنصليه في الصحراء كما تقول، وتقول عندك حق به تتدخل، وانا عندي حدود مع المغرب ومع الصحراء، وتقول الجزائر ما دخل لها. لا شوف الغالي، انت انك تحاول انت ما هو دخل الامارات. لا حول ولا قوه. شوف الغالي شوف تتكلم مره ثانيه تنزل. ماذا تقتل يا اخي تقتل الشعب السوداني. شوف انا بف يا سقط الذبان، انت شو تقتل وما تقتل شو يلعب انت ببجي بلاي ستيشن؟ هذا ايش فيه؟ انت صابر على طلب اللجوء في اسبانيا، مو بقادر تصبر على عزو يكمل كلمتين. تقتل يا اخي. يوم ناقشناكم من اليمين الامارات مو بشيء، من اليسار الامارات تقتل. يعني انتم اختاروا لكم شوي الامارات، يعني انتم مو بعارفين وين تصنفونا. وين ما شفتوا شيء سخط في رب في الدنيا والله نصنفكم من هنا ونصنفكم من هناك على كيفكم انتم الدنيا. لا والله اعوذ بالله. تفضل اخوي عزو، خلينا نشوف الاخ شكري. يا الاخ جاسم، هلا انت ضد الشعب الجزائري؟ مجرد سؤال. لا ضدنا يعني كدوله. لا. انا لو كنت ضد الشعب الجزائري ما كنت زعلت من الانسان اللي قبل شوي تكلم عن الرئيس عبد المجيد تبون بدون ما يقول الرئيس. نحن نفرق بين شوف المسخره وبين السياسه وبين الشعب. الشعب مو بدوم هو له القرار. الشعب هو من عامه الشعب يتم ليس القرار دوم في يد الشعب. لو على الشعوب كان راي ثاني، لكن اللي يحرك الموازين هم الامارات. هي الشيطان العرب. لا حول ولا قوه. ها تفضل سيدي. هذا كيف تتفهم؟ يا الشيطان العرب وهبط يا جزائري هبط. يا نرجع فهمت اخوي عزو. الحين مع منو احنا نتواصل، مع منو نتناقش؟ بني ادم مو فاهم شيء. شوف يا اخي الكريم، اشكال كاين ناس يعني مغاربه تقرا لي كومونتير الردود، تعرف بلي ناس فيه سب وقذف يعني من طرفين، بنكونوا حياديين. بس انا ايش دخل ابوي في الموضوع يطلع يسبني انا؟ نرجعوا للب الموضوع.